السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبئة نموذج بطاقة المدرسة. Filling out a student card form. The ښوونځي card form ډکول. In this video you will learn how you can fill a student card application form in Arabic language. نو دی ویډیو کې به تاسو ته دا جملې وښیو چې څنګه تاسو یو کارت د مکتب ښوونځي کارت هغه تاسو ډک کړئ. So before I start, don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and also like the video. إلكم YouTube channel subscribe أو د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کړئ. تعبئة نموذج بطاقة المدرسة. تعبئة mean to fill. تعبئة. نموذج application form or form. بطاقة card. بطاقة card. المدرسة school. المدرسة school. الاسم الأول محمد. اسم الأول محمد. First name محمد. اسم name أول first. اسم لومړی اسم نوم الأول لومړی. الاسم الأول لومړی نوم. محمد. In Arabic we say for first name is الاسم الأول. الاسم الأول first name محمد. لومړی نوم محمد. لومړی نوم in پښتو لومړی نوم محمد. تاريخ الميلاد date of birth. Here you can see the colors of each word. تاريخ الميلاد date of birth. د زیږون نیټه. تاريخ الميلاد date of birth. Date of birth in Arabic we can say for 15 15 شهر 12 for 1987 1987 we say 7 then 8 1000 900 87 87 1987. So تاريخ الميلاد date of birth is this. العنوان mean address. العنوان address. So this is address. 13 شارع أرزان قيمة سليم كاروان الكابول pata. Address pata. This is the address. العنوان أو العنوان address. رقم الهاتف phone number. رقم mean number. الهاتف mean phone. رقم شميرة. الهاتف تليفون. رقم الهاتف phone number 77 5 4 5 4 2 6. ده تليفون شميرة. رقم الهاتف. البريد الإلكتروني email. بريخنالك. التوقيع mean signature. لاسليك in پشتو لاسليك. التوقيع mean signature. لاسليك. التاريخ mean date. نيتا. التاريخ date نيتا. الأوراق المرفقة attached papers. ضمیمه شوي کاغذونه. attached papers. الأوراق المرفقة أو الأوراق المرفقة. صورة شخصية means photograph عكس يا تصوير. photograph mean صورة شخصية. photograph عكس يا تصوير. صورة عن الهوية أو جواز السفر. صورة عن الهوية أو جواز السفر. A copy of the ID or passport. د تذکرې أو يا passport يا copy. دلته او په د یا راځي. د تذکرې
ID هوية تذكرة. جواز السفر passport. جواز السفر passport. صورة here صورة mean copy not the photograph. صورة دلتا copy معنا وركي copy. صورة عن الهوية أو جواز السفر a copy of the ID or passport. تذكرة يا passport يا passport. تذكرة يا passport يا copy. إثبات عنوان السكن. إثبات عنوان السكن proof of residential address. proof of residential address. د استوګنې پتې ثبوت. د استوګنې پتې ثبوت یا د استوګنې ثبوت. إثبات mean proof. residential address mean عنوان السكن. عنوان السكن. ستصدر البطاقة. ستصدر البطاقة. card will be issued بعد 10 أيام. بعد 10 أيام in 10 days. ستصدر البطاقة بعد 10 أيام. card will be issued in 10 days. من تاريخ الطلب. من تاريخ الطلب from the date of the request. from the date of the request. ستصدر البطاقة بعد 10 أيام. card بپله ثورة کې صادر شي. من تاريخ الطلب د غوښتنې له نیټې څخه. من تاريخ الطلب د غوښتنې له نیټې څخه. ستصدر البطاقة card will be issued بعد 10 أيام in 10 days or after 10 days. من تاريخ الطلب from the date of request. from the date of. في أغلب الدول العربية. في أغلب الدول العربية in most Arab countries. په ډېر عربي هیوادونو کې. په ډېرو عربي هیوادونو کې يكتب الاسم الأول أولا. يكتب اسم الأول أولا. write the first name first. right? in most of Arab countries write the first name first. يكتب write الاسم الأول first name أولا first. ثم اسم العائلة. ثم اسم العائلة then the family name. ثم اسم العائلة then the family name. في أغلب الدول العربية په ډېر عربي هیوادونو کې يكتب الاسم الأول أولا. لومړی نوم لومړی لیکي. ثم اسم العائلة بیا د کورنۍ نوم. ثم اسم العائلة بیا د کورنۍ نوم. in most Arab countries write the first name first then the family name. لكتابة التاريخ في العربية. لكتابة التاريخ في العربية to write the date in Arabic. په عربي ژبه تاریخ لیکل دا تاریخ لیکل. لكتابة التاريخ في العربية to write the date in Arabic. نبدأ باليوم ثم الشهر ثم السنة. follow this order. day, month, year like this. day, month, year. they write the date like this. day, month, year. نبدأ باليوم ثم الشهر ثم السنة. په عربي ژبې کې تاریخ لیکل مونږ د ورځې سره پیل کوو بیا میاشت بیا کال. لكتابة التاريخ في العربية نبدأ باليوم ثم الشهر. يستخدم التقويم الميلادي في معظم الدول العربية. معظم الدول العربية in most Arabic countries يستخدم التقويم الميلادي. يستخدم التقويم الميلادي. Gregorian calendar is used. في معظم الدول العربية په ډېر عربي هیوادونو کې يستخدم التقويم الميلادي. میلادي جنتري کارول کیږي. ولكن بعض الدول العربية but some Arab countries. ولكن بعض الدول العربية but some Arabic countries تستخدم التقويم الهجري. تستخدم التقويم الهجري. use the Hijri Islamic calendar. use التقويم الهجري the Hijri the Islamic calendar. ولكن بعض الدول العربية خذني عربي هوادنا تستخدم التقويم الهجري. هجري يا إسلامي جنتري يا كليزا كاروي. إسلام هجري جنتري دا كاروي.
So thank you very much. Thanks for watching. Don't forget to like the video and subscribe our YouTube channel. ډیره مننه. هیله کوم چې ویډیو لایک او کومنټ ضرور وکړئ. چینل لایک کړئ. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ. Don't forget to share your comments in the comment section. السلام علیکم ورحمة الله